اوعى تاكل غير لما تعرف منهج الاسلام في الاكل. ناس كتير فاكره ان الاسلام كان ضد الاكل، لكن ده مش حقيقي خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الاعراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال في سوره البقره: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. وفي سوره عبسه قال ربنا سبحانه وتعالى: فلينظر الانسان الى طعامه. والاسلام قال: كل بس من غير اسراف، وركز على جوده الطعام ونوع الاكل واثره على الجسم. يعني ايه اسراف؟ الاسراف مش معناه كميه الاكل، لكن ليه اشكال تانية، زي اكل من غير جوع، اكل بسرعه، اكل في قطاعه الجسم. الاكل الزائد بيعمل مشاكل في الجسم انت ما تتخيلهاش، زي بيرفع الالتهابات في الجسم، بيجهد البنكرياس، بيضغط على الكبد، وبيخلي الهضم دايما شغال تحت ضغط، وبيزود اجهاد جسمك. علشان كده ناس كتير دايما بتاكل بس مش مرتاحه، مش لان الاكل وحش، لان الطريقه غلط. سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاكل كانت: بياكل ببطء، بيوقف قبل التخمه، ما بيجمعش اصناف كتير، وما بياكلش من غير جوع. وده مطابق تماما لمفهوم مايندفول ايتنج اللي الطب الحديث بيوصي بيه دلوقتي لعلاج مشاكل زي السمنه والهضم والقولون والتعب المزمن. انك تحترم جسمك وتاكل من غير اسراف، ده يحميك من مشاكل كتير. ودي كانت الحكايه اللي محدش بيحكيها. معاكم دكتور محمد جمال.